السلام عليكم يا احلى متابعين، لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بوصفه جديده اللي هي الحوت عاوتاني. خليكم مع الوصفه وخليكم في هذه الوصفه ان شاء الله. غنبدا معكم بالغسيل ديال الحوت. هذا الحوت هذا غنغسلو وغنقطعو باش نصايبو في طاجين ان شاء الله من بعد حتى هو. وعاد غادي نصايب معكم الوصفه اللي بغيت انا. ها الوصفه باش غنصايبوها ان شاء الله باذن الله. المهم داك الحوت قطعته وصايبته خليته حتى من بعد هذاك عاد نخدم به ان شاء الله. غسلته ونقيته صافي وقطعته وخليته. وهنا البنات انا وجدت معكم داك السردين اللي غادي نصايب ان شاء الله على طريقه ديال واحد السيده شفتها عملاتها. انايا كنت كنعملها يا حبيباتي في شكل اخر بحالها نيت، ولكن دابا هذه صايبتها كيف ما صايبتها هذيك الاخت حياه. غسلت الحوت ديالي مزيان، حيت له داك الشوكه اللي كاينه في السلسول، حيت له الشوك ديالو مهم ولا نقي مزيان. عصرت هنا حامضه وصايبت شويه الملح وشويه الكمون وشويه ديال البزار، هادو اللي صايبت هنا صافي. وصايبت الحامض، وهذاك الحامض غنزيد عليه شويه ديال الزيت. المهم غيكون قد الحامض خاصو يكون قد الحامض قد الزيت، ولكن انا صايبت الحامض اقل شي شويه. ايوا هادشي اللي كاين. صايبت انا شي نص حامضه هكا، ما صايبتش الحامض بزاف على حسب. زعما قلت الحوت ما غاديش نصايب 2 كيلو كامل، غنصايب نحاول نصايب غير داك الكيلو صافي. هذاك الشيء اللي كاين. المهم خلطت هذاك الوصفه مزيان، داكشي اللي صايبت خلطته مزيان مزيان. غنبدا نصايب فيه الحوت وغنحط فوق اللاطه. يعني انا هنا شعلت على البوطه ديالي، شعلت عليها مزيان من الفوق ومن التحت، جيت نصايب داك الحوت. هنا غنستفوه في هاد اللاطه هذه ان شاء الله كامله. وهادشي اللي كاين حتى نقاد ديك اللاطه كلها وغندخلها غنطيبها. غنشعل عليها، غنقص الفوق وغنخليه من التحت مجهد باش يطيب. بعدا حتى يطيب عاد نزيد عليه من الفوق باش يشد ليا داك اللوين. انا هنا ساليت الوصفه كامله. داكشي اللي بغيت نصايب واللي خليته حتى من بعد ان شاء الله. المهم هنا انا شعلت، شوفوا كيفاش بدا كيطيب. هو دغيا كيطيب ما كيشدش الوقت بزاف، 5 دقائق ديالو ها هو واجد. دغيا كيطيب. وهادشي اللي كاين البنات. وعاد غنصايب معكم واحد السلطه اللي هي فيها فيها فلفله والبصله والربيع على مزويناتها، كتجي غزاله. والبصله البنات كيف ما قلت لكم في صايبه الاخت حياه صايبتها حتى انا بحالها. ديك البصله غنشدها وغنقطعها مع دوك الفلافل بجوج الوان، وغادي نحطها حتى هي غنصايبها مع هاد الحوت هذا. جات زوينه ما مجهده ما والو، حتى الوليدات كياكلوها، جات زوينه. ومن هنا كنقول لك تحياتي اختي حياه. صايبت الوصفه كيف ما صايبتيها نتيا وجات زوينه وعجباتني. انا منفه كنصايبها، ولكن ما كنصايبش الحامض هكا، كنصايب الحامض تنحطو بحال هكا مقطع حدايا حتى تنجبد الحوت. يعني حتى يطيب الحوت داكشي بحال هكا كنحطو في طبله. اللي بغى عاد باش كيعصر الحامض، اللي ما بغاش ما كيصايبوش. انا هذه صايبتها كيف ما صايبتها هي الاخت حياه. ايوا هادشي اللي كاين. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. والباربه حتى هي سلقتها وصيبت ليها المهم داكشي ديالها حتى هي، يعني صيبت غير شي شويه. ايوا هذه هي هذيك شليضه اللي صايبت كتجي زوينه. وهذيك نظن انا غتجي مع كل شيء، مع الشوا مع كل شيء. ايوا فيديو جديد ان شاء الله. وهنايا البنات هاد الحوت هذا اللي كنت قطعت قبيله وغسلته هو اللي صايب دابا منه هاد الطويجين هذا. ما شاركتش معكم الطريقه ديالو حيت نصايبه انا طاجين قبل، يلا حاطاه السيمانه اللي فايته. داكشي علاش ما المهم هذاك هو الحوت اللي صايبته للعشاء، صايبت منه وخليت منه حتى هادشي اللي كاين. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تنسوناش باللي لايك. واللي باقي ما تابوناش يتابونا معنا. وهادشي اللي كاين الحباب، وفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. ومع السلامه. وبارطاجيو الفيديوهات باش تعم الفائده. يلا مع السلامه حبايبي. ايوا هنا اختي
غنخليك تشوفي معايا الاتاويش يا اختي، تويشيات وداك الشيء، طق لا تميمي طق وداك الشيء. المهم زويوقات. وتشوفي يا اختي معايا لافوكا ديالي اللي خديتها من بعد العشاء، وهادشي اللي كاين. هانتي اختي كي جاك الزويوقات، هانتي اختي، هانتي ما شاء الله علينا، هانتي حبيبتي. بينينات في حاد شويه لافوكا، شويه الليمون، شويه الشوكولا، شويه ديال الخيار، شويه ديال الحامض. هانتي اختي، هانتي حبيبتي. ونسيت ما قلتش لك الفجل حتى هو، حط شويه ديال الفجل حتى هو كاين تما. ايوا هادشي اللي كاين. هانتي اختي على الزويوقات يا حبيبتي، هانتي اختي، هانتي ما شاء الله. ايوا يلا تهلاي يا حبيبتي، والله يعاونكم. ما تنساش لي اللايكات دابا 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 في هذه اللحظه هذه. بصمه، ما تكونيش مسمومه وحقوده. يلا 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 يلا، بصمه دابا دابا دابا، انا كنشوف كان حاديك. يلا بصيمه. ومح عليك حبيبه ديالي ولا لا خطيك. ومع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. هانتوما اختي، قولوا لي بصحه الطواجين وبصحه ديال الحوت وبصحه لي فخوي. يلا مع السلامه.